بيفضل يخش في سباقات ويفضل زي مراهنات طيور كده. بالظبط. بس ايه؟ المهم فسد في الدوله جدا، ولدرجه ان هو كان بيوزع بالالاف على الناس اللي حواليه، اللي هم العبيد والناس اللي ما لهمش لازمه اصلا. ضيع فلوس الدوله حرفيا. فاتفق الامراء ومنهم واحد اسمه اربطاي اللي هم يقتلوا مين؟ يقتلوا الراجل اسمه حاجه ده. وطبعا مين اللي باطل؟ حسين اللي هو احنا قلنا اخوه. كان السلطان حسن في الوقت ده صغير جدا، عنده 13 سنه، ولكن الامراء قالوا احنا لو جبنا حسين ممكن يبقى زي مين؟ زي حاتم. فاحنا نجيب السلطان حسن علشان ايه؟ عشان هو صغير في الحكم، عنده 13 سنه. 13 سنه اصلا المفروض يبقى شرعا ما يحكمش، ده قاصر. حصل ايه؟ حصل ان هم جابوا واحد اسمه بيبقروس، ده كان امير، هو المسؤول عنه لحد ما يكبر. فعلا السلطان حسن اول ما حكم، لدرجه ان هو كان صغير ومش فاهم اللي حواليه، هو كان اسمه قمراي. اسمه كان قمراي، قال لهم انا ما اسميش قمراي، انا اسمي حسن. فخدوه على قد عقله وقال لهم ماشي اسمك حسن، وتسمى السلطان حسن في الوقت ده. السلطان حسن امه كانت اصلا ميته من وهو صغير، واللي رباه واحده وربته واحده اسمها هند ارك. والمفروض ان هو عاش عيشه المحكوم عليه. خلاص انت المفروض هتبقى سلطان من وقت من الاوقات او هتبقى حاجه، فانت هتعمل اللي احنا نقول لك عليه. المهم بنقول حكم هو عنده 13 سنه وكان صغير. الكلام ده كان 748 هجري، وركزوا في التواريخ. اول ما خد الحكم بطريقه شرعيه، يعني تم ال 17 سنه مثلا، ابتدى ان هو يبص ان هو هيقضي على ايه؟ على بيبقروس ومنجك السلحدار. معلش الاسماء كترت شويه بس ركزوا معايا. انا مش قلت لكم اول الايفنت منجك السلحدار اللي ليه البوابه بتاعت القصر؟ فاكرين الحته دي؟ اللي شاورت لكم عليها عند سوق السلاح، اول سوق السلاح. الاثنين دول كانوا اخوات وكانوا مسيطرين على الحكم سيطره كامله، وكانوا مستصغرين السلطان حسن. اول ما حسن ابتدى ان هو يكبر يبقى عنده 17 سنه، الكلام ده كان 752. عمل ايه؟ حاول ان هو يشيلهم هما الاثنين من ايه؟ من الاماره ومن نيابه الدوله. حصل ايه؟ الاماره كلهم اجتمعوا على السلطان حسن، قالوا له انت اول ما تشطح تنطح هنعمل ايه؟ هنشيلك وهنسجنك. اتسجن لمده 3 سنين من 752 ل 755. اتسجن فين بقى؟ اتسجن في القلعه. مين اللي كان ماسك مصر؟ كان مسك ساعتها جابوا السلطان صالح او الصالح صلاح، ده اخو برضه مين؟ برضه السلطان حسن وابن محمد بن قلاوون. بس السلطان صالح او صالح صلاح ده كان ضعيف وما كانش عنده اي حاجه يعملها. كان في واحد امير كان مسيطر عليه وكان بيعمل له كل حاجه، اسمه طاز. ده ليه قصر كبير جدا، قصر الامير طاز اللي في السيوفيه. قريب من نمر. لو عارفين السيوفيه، عارفين شارع الصليب، عارفين سبيل ام عباس؟ في ظهر محكمة باب الخالي القديمة؟ لا ده حته وده حته. هقول لكم سبيل ام عباس، عارفين؟ هو قريب من شارع الصليب، هو قريب من السيده زينب. هو بيسموه شارع القصبه العظمى. عارفين شارع محمد علي؟ عند البيباني. انتوا مش منين؟ قريب من العتبة يعني. هو قريب. بنتكلم ان هو طاس ده هو اللي كان مسيطر على الدوله سيطره كامله في عهد الصالح صالح. قعد الصالح صالح من 752 هجري ل 755 يحكم. وكان مين مسجون؟ السلطان حسن. السلطان حسن في الوقت ده ابتدى ان هو يتعلم بقى ايه؟ يتعلم العلوم الدينيه. يقال ان هو عمل كتاب البيهقي اللي هو السنن النبويه، ترجمه ونقل. يعني ايه ترجمه؟ احنا ترجمه الكتب او نقل الكتب، ان زمان ما كانش فيه طباعه والكلام ده، فكان يمسك الكتاب ايه؟ ينسخه، يكتبه بايديه. فتعلم علوم ثانيه قدرت ان هي بعد كده تساعده ان هو يبقى عنده دماغ مش مجرد سلطان. اول ما طلع سنه 755 طبعا هم طلعوا السلطان حسن وسجنوا مين؟ صالح. هم كانوا بيعملوا بدعه. بنتكلم ان هم اول ما طلعوا السلطان حسن من السجن قال لك بس انا اتربيت. هما بيخافوا يجتمعوا مع بعض، بيخافوا ان الاخين يجتمعوا مع بعض. وما ينفعش يجتمعوا مع بعض. ليه؟ يا اما يقتلوا يا اما يسجنوا. ليه بقى؟ ما ده ينفع الحكم وينفع الحكم. فلازم واحد فيهم ده كان بيحصل. انا عايز اقول لك ان ساعات الامهات كانت بتدي لاولادها. عارفين ام هارون الرشيد اللي هي الخيزران؟ قتلت ابنها بالظبط. قتلت ابنها عشان الحكم برضه، عشان هو كان فاسد. عشان فاسد. يعني الدنيا كانت فاضيه، مفيش شن، مفيش حاجه، اقتل خلاص كده يعني. السلطنه تعمل اكتر من كده، والحكم وحش. وكمان احنا عشان احنا بعيد عنه. انما الكرسي العرش ماشي، بس ما كانش فيه عليهم احكام. احكام ايه؟ يعني انا قتلت
مش القتل بقول لك القتل. السلطان، كان ايام السلطان، قيام مين اللي هيحكم الاسلام عليه؟ والكلام هو ده. سلطان مين اللي يحكم عليه؟ ما فيش حد بيحكم عليه. يعني وصلت لدرجه ان هم وبعدين خلوا أنا واحد أقول لك على حكم حاجة. ليله على فكره عندك حق، بس ليله واحده. اقول لك على حاجه، عندك حق، بس عارفه ان هم كان ساعات كانوا بيفتلوا حاجات، يعني بيفتلوا حاجات، يعني القضاه والناس اللي زي كده ممكن يفتلوا السلطان. ولو ما يجوز افتش ان السلطان انت تموتي ابنك عشان حته السياسه والكلام ده نطلع منها، لان هو بجد حاجه صعبه، الكرسي او العرش حتى لحد دلوقتي حاجه صعبه. المهم بنتكلم ان هو السلطان حسن اول ما يطلع سنه 700 وكام 55 هيبتدي ان هو يعمل ايه؟ يتعامل معاهم بنفس الطريقه. انتوا عايزين نسمع كلامكم؟ حاضر انا هسمع كلامكم فعلا وهبقى ايه طوع لكم. بس ساعتها كان مين اللي ماسكين الدوله؟ اللي هو المفروض اللي طلعوه. اقول لكم اسمائهم دلوقتي، ممكن تكونوا نسيتوا الاسماء اللي انا قلتها بس ممكن اعيدها لكم تاني لو وصلت. احنا قلنا ان المفروض طاز هو اللي خلى صالح هو ايه؟ اللي يبقى في الحكم. هم شالوا طاز ده ايه؟ ويقال ان هم خرجوا عينيه من مكانها وسجنوه اسكندريه وعملوا فيه الاعمال. المهم جه بقى مين اللي عمل كده؟ واحد اسمه سرغطمش، واحد اسمه شيخ. على فكره الاثنين ليهم مسجدين ومدارس هنا. هناك برضه شارع الصليب. شارع الصليب ده مليان. شارع الصليب ده عارفين عارفين السيده زينب، جامع السيده زينب، في شارع كده موازي لجامع السيده زينب اسمه الصليب. لما نيجي نخش عند احمد بن طولون هو ممكن يشوفوا الشارع نفسه. المهم الاثنين دول اللي هو شيخ وسرغطمش هم اللي ساعدوا السلطان حسن ان هو يقدر يوصل للحكم مره ثانيه. السلطان حسن فضل بقى سايبهم خالص على جنب وفضل يتفرج من 755 لحد سنه كام؟ لحد سنه 757 او 59. ليه حصل ايه في السنه دي؟ حصل ان شيخهم هيجي امير من الامراء او مملوك من المماليك هيقتل شيخهم بثلاث ضربات بالسيف. طيب الناس كلها قالت مين اللي قتله؟ السلطان. هو في مملوك اسمه قتل لغه، بس المفروض المملوك ده يقتله ليه؟ السلطان عايز ينفرد بالحكم فيقتل مين؟ اكبر راس الدوله بعدين اللي هو شيخه. راح كان بقى المملوك ده قال لهم لا انا طلبت من شيخه ده زي شغلانه او زي مصلحه من الاخر، هو رفض. انا ضربت الثلاث ضربات بتاعت السنه. فراح السلطان حسن قال لهم بصوا مش قلت لكم ان انا بريء؟ وعشان تتاكدوا ان انا بريء انا هعمل حاجه اسمها تسمير الراجل ده وتوصيله واحده واحده. تسميره ده عقاب من الحاجات اللي كانت موجوده في العصور الوسطى. اجيبه على خشبه واصمره اضربه بالمسامير. ايه؟ التوسيط ان انا اجي يضربه بالسيف من هنا يضربه بالسيف من النص. هو عمل الاثنين؟ عمل اثنين، صمره وتوسطه. وانا ممكن لما يتصلب ما يموتش. ما التصميم ده زي الصلب بالظبط. خلاص تمام. وهنا حته اللي هو كانوا شاكين ان السلطان حسن قتله دي راحت خلاص. ما خلاص ان الراجل اعترف على نفسه وتعاقب، فاذا السلطان حسن مش هو اللي ايه؟ اللي قتله. جه بعد كده سرغطمش. هتقولوا لي طب ما سرغطمش موجود. اقول لكم ان شيخ هو كان اقوى من سرغطمش وكان اكتر من رئيس الدوله. فابتدى ان السلطان حسن معاه ايه؟ القوه الاكبر. فتقابل هو وشيخه فين؟ في ميدان الرميل اللي هو بره هشاور لكم عليه دلوقتي. ميدان الرميل ده كان كبير جدا. اتقابلوا الاثنين بالجيشين بتوعهم واللي انتصر مين؟ السلطان حسن. لدرجه ان سرغطمش كان بيستخدم سرغطمش ده، عارفين جامع احمد بن طولون في جامع لازق فيه. لو طلعتوا 5 جنيه هتلاقوا جامع احمد بن طولون وفي مأذنه طالعه كده وقبه دي بتاع سرغطمش. خلاص؟ فدي مش مدرسه او جامع، دي حاجه اسمها خنقاء. وخنقاء ده كان مكان الصوفيه بينقطعوا فيه عن الناس يتعبدوا فيه. وكان دايما الصوفيه كانت منتشره قوي في دوله المماليك وحتى في الدوله العثمانيه، بس كانت اسمها التكايف في الدوله العثمانيه. المهم بنتكلم على شيخ سرغطمش ده هيقدر ان هو يقضي عليه هو كمان ويحلاله ايه الدوله. طيب في الوقت ده عمل ايه السلطان حسن؟ مش يسكت بقى ويظبط الدوله، لا، ابتدى يبني في المجموعه بتاعته. بدأ فيها 757 يوم، انتهى فيها 762. هو ما انتهاش يا جماعه، هو انتهى هو قبل ما المجموعه اللي جه بعده كام؟ اللي بقى بشير اغا الجندار هو اللي كمل، بس كمل الايه الرخام والكلام ده. بس احنا بنتكلم ان هو حرفيا عمل فيها كل حاجه. طب عمل ليه المجموعه دي؟ اي حاجه كان بيعملها السلاطين يعرفوا ان هي ليها مدلول في الدنيا قبل الاخره وما بيبصش للاخره. الناس دي معلومين عن الاخره عموما. طيب هو هيعمل ليه كل المؤسسه دي وهو كده كده سلطان؟ تخليد ذكراه. مش تخليد ذكراه، تكسب من تخليد الذكراه ده الحاجه ايه؟ الظاهره. انما الحاجه اصلا انا مش هبني كل الكلام ده. وهو اللي ذات نفسه قال لك لولا يقال ان سلطان مصر عجز عن دفع كل الاموال دي لوقف البناء. ففكره ان هو يعمل كل الحاجات دي عشان يبان قوته
وعشان يبين ان هو راجل خير، وعشان يبين ان هو راجل قصده ان هو يدعم التعليم ويدعم الصحه ويدعم كل الكلام ده. ويبقى اسمها ان السلطان عمل حاجه. مش عايز اجيب لكم امثله بس هو الفكره يعني هو عمل كل المؤسسه دي والمنشاه دي بفلوس الدوله. وعموما التريبلات احنا قلنا الارقام 20,000 درهم في اليوم الواحد. 20,000 درهم. احنا قلنا عمل الشيوخ اللي هو كان مش كل يوم مدرسه فيها شيخ 4 مدارس، كل شيخ بياخد 300 درهم في الشهر. الطلاب ذات نفسهم كانوا بياخدوا كل مدرسه 4200 وحاجه درهم في الشهر، الطلبه كلهم اللي هو ال 100 طالب في كل مدرسه. المعيدين ذات نفسهم كان كل معيد بياخد 100 درهم. كان في 60 مقرئ بيقرأوا القرآن يوميا. كان في ده كله مرتبات، خلي بالك. كان في 20 فراق. كان في 6 بوابين بيقفلوا ويفتحوا البيبان. بصوا البيبان بسم الله ما شاء الله. ده غير الدكاتره غير الدكاتره غير المدرسين حرفيا. والعلاجات اللي بتتصرف. احنا بنتكلم ان هو صرف مش بس على البنى لكن على ايه؟ على الحاجات ذات نفسها. هو فضل يصرف في الفلوس دي لحد ما الدوله فلست الحمد لله. المهم بنتكلم على جا 700 هتتمت بنعمته. وهو بيعمل في المأذنه. احنا قلنا احنا كده الجهه الايه؟ الشماليه. كده الجهه الشرقيه، وعشان ايه؟ عشان يولي القبله. كده الجهه الغربيه. هو كان بيعمل الايه؟ المأذنه الثالثه في الجهه الغربيه. وقعت على الايه؟ على الايتام. بعد 33 يوم اتقتل. طب اتقتل ازاي بقى؟ مين اللي كان عمال يقول على القران ان هو هرب؟ هو فين؟ هو راح فين؟ اهو انت المشكله ان هو بيدور معانا. طيب هو ما هو حصل ان هو زي ما يعني انت لما تيجي ما هربش ما قلتش انا دي. امال دي راح فين؟ انا قلت لما المأذنة وقعت على الايتام مش فهو زعل واتضايق مش راح فين؟ ومشي. انت تعرف طريقه. لا هو ما مشيش. اللي حصل ان وانت تبقى عارف انا ما درستش. كان في واحد هو مقربه منه جدا، هو اللي قربه ذات نفسه، السلطان حسن، اسمه يلبغ العمري. ايوه. الراجل ده حرفيا هو كان اداله مقدم قلوب. يعني ايه مقدم قلوب؟ في وظائف كتير قوي كانت موجوده في عصر المماليك، منها مقدم قلوب. مقدم قلوب ده يعني قائد كتيبه يعتبر. قائد كتيبه او حاجه زي كده. الراجل ده فضل يطلع في المناصب لدرجه ان هو تطلع للحكم. قال لك انا ليه ما احكمش مكان السلطان؟ وبدا يخش على السلطان بالسيف وبالسلاح. احنا السلطان لما تخش عليه يلعب السلاح ويبوس الارض ما بين رجليه. ده كان ساعتها كان متعارف عليه. لا يلبغ العمري ده كان بيخش بالسلاح وكان بلطجي مع السلطان. قرر السلطان حسن ان هو يعمل ايه؟ يقتل يلبغ العمري. بس في ناس خانته من جوه البيت القصر بتاعه وقالوا ليلبغ العمري. فكان في يوم من الايام هو كان يلبغ العمري طالع زي رحله صيد. ايوه. كان بيطلعوا رحله صيد. يعني ايه صيد؟ يعني بيجمعوا الحاجات بتاعتهم واحنا نروح ارانب وغزلان وغيره. ارانب بقى، غزلان، اي حاجه بالصحراء. فايه فالمهم ايه فيلبغ العمري ده كان ايه عارف ان السلطان رايح مش رحله صيد بقى، ده راح يقتل يلبغ العمري وكان مستعد لكل حاجه. فعمل كمان هو كمان ايه استعدادات. فقدر ان هو ينتصر عليه. بس السلطان هرب يدور على حته يروح فيها، فراح على ايه؟ على القلعه. طلع القلعه عشان يستخبى فيها. ما لقاش حد ايه. جيت يا عبد المعين تعني لقيتك انت اللي عايز تتعان. ما هو ما لقاش حد يعينه ولا القلعه فاضيه. فقرر ان هو يهرب وراح لواحد اسمه الاسكشي. الراجل ده خان السلطان، وده تاني خيانه تحصل للسلطان. الراجل ده قال له انا هخبيك عندي مش هقول لمين. يلبغ العمري راح قال ليلبغ العمري انا السلطان مستخبي. ما ده كان والي تقريبا برضه من الولايات ده كان ده حاجب من الحكام. الاسكشي ده كان حاجب من الحكام. فقرر يلبغ العمري ان هو ايه يروح يقتل السلطان وقتله. والغريبه ان هو لما قتله ما اتدفنش في مدرسته وغير معروف قصته لحد دلوقتي. هم ليه كانوا بيدفنوا؟ ايه 762 تقريبا كان بيقولوا قصته كانت بتبقى في كبير. كان ايه؟ ليه كانوا بيدفنوا؟ عشان عايز يوصل للحكم. بس على فكره مش هيحكم يلبغ العمري. هو فاكر ان هو سيطر على الكلام ده. بعد كده حد تاني هيحكم. وبعدين هيجي معلش يا شوقي. لا مش اهو ماشي مش بالقوه. ما انا قلت لك فاكر لما قلت لك برضه حته بيضاء وحسام الدين ناجين لما يقتلوا اشرف شعبان. انا زي ما بقول لك انت قوي. ده في امراء تانيين اقوياء هيلاقوك انت خاين ممكن يقتلوك. مش كله خاين، مش كله وحش.
المهم احنا وصلنا لحد 762 هيتقتل السلطان حسن، وعلى فكره هيتقتل بعد ال 33 يوم بتاع ايه؟ ايوه. المأذنه. هيجي واحد اسمه بشير اغا الجمهور. كده هو حكم 10 سنين من لا، حكم 52. الاول حكم 3 شهور ثلاث سنين و9 شهور، وبعدين حكم 6 سنين و9 شهور. يعني يعتبر هي بتتكلم على فترة الحكم الثالثة. مع كله على بعض يعتبر. 10 سنين. على فكره يعتبر من اكتر الناس اللي حكمت في العالم الاسلامي، قصدي سوري في دوله المماليك البحرية. البحريه. يعني احنا بنتكلم ان كل ولاد محمد بن قلاوون شهرين 3 شهور، يومين. اقصى حاجه سنه وشهر، سنه وشهرين. دلوقتي ليه الحكام كانوا يعني بيجروا على الحكم دلوقتي؟ لا عامة زمان امراء كانوا في امراء بيبنوا يعني هم عايشين الحمد لله، كانوا بيبنوا برضه ليه بيبنوا؟ بيبنوا مساجد عشان يعملوا تاريخ، لا. عشان يبينوا نفسهم. محدش بيعمل تاريخ، اقول لك ليه؟ عارف اللي بيعمل تاريخ؟ ما جيش اهد. عارفين الجامع ده كان ايه اصلا قبل ما يبقى جامع؟ كان قصر لامير اسمه يلبغ اليحيوي. ده كان امير من امراء محمد بن قلاوون. يلبغ اليحيوي محمد بن قلاوون كان بيحبه جدا، اللي هو ابو السلطان حسن، واداله القصر ده وقال له انا هعمله لك واقربك مني واخليك نائب ايه؟ السلطنه من بعدي. خلاص؟ جه السلطان حسن لما حكم 657 وبقى ليه شنه ورنه في الحكم، قال لك بس الارض دي بتاعت ابويا، ادوا القصر ده واعملوا ايه؟ واعملوا المجموعه بتاعتي. فالفكره هو مش انا لو انا بحترم الاثر وبحترم المنشاه الدينيه دي وبحترم ايا يكن الوقت بتاع ده الشخص، قصر يعني مش مكان صلاح. حتى كانوا بيدوا جوامع بيعملوا جامع الذخيره اللي شويكار هانم او فولوشيار هانم اللي هي ام اسماعيل، ما شالت جامع الذخيره عشان تعمل وقبليه قبة الهوا. تعمل اللي هو قبه الهوا دي كانت مكان القلعه. ايوه، وكان برضو كان في زي زاوية او حاجة هنا برضو. كان بيعمل دعايه سياسيه. عايز يظهر نفسه. دي دعايه سياسيه، عارف يعني ايه دعايه سياسيه؟ انا مش عايز اقولها زي العاصمه الاداريه. صل على النبي. صل على النبي. منتج يا باولو، منتج يا باولو. هو حد بيروح يصلي في الفتاح العليم او الفتاح العليم؟ يا اسطى. حاول اجيبه بالانسان. هات بص، هات مماليك، هات عثمانيين، هات بص اي دولة الا ماشي. الله اطلع. قلت لك. انا نشرح الاول العماره اللي حوالينا، وهنقوم نشرح المذاهب الفقهيه، مذهب